ضيفنا العزيز الدكتور محمد مسلم جمعة، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا بكم في أمسية جديدة من أمسيات الإربعاء الثقافية التي تحييها اللجنة الثقافية في نادي بنت جبيل الثقافي الاجتماعي. هذه النافذة التي تسعى إلى ترويج الثقافة في الاغتراب للحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثقافية واللغوية والدينية والاجتماعية ضمن الإمكانيات المحدودة من الإنتاج الثقافي العربي في هذه البلاد. من هنا كانت أهمية التواصل الثقافي مع المؤسسات الثقافية في الوطن الأم لبث بعض الحرارة في جسد الأوساط الثقافية في المهجر. جسر التواصل مع الرابطة الثقافية لأبناء بنت جبيل ابتدأ منذ قدوم نائب رئيسها الأستاذ حسن بيضون إلى أمريكا، وامتد إلى رئيسها في الوطن الدكتور محمد مسلم جمعة، الذي قدم من لبنان رغم عناء السفر والبعد عن العائلة ليزودنا بعطاءاته الفكرية وإهداءاته الكريمة لكتابيه. عندما تريد الحضارات أن تتقدم وتعلو وتثبت مكانتها في التاريخ الإنساني، فإنها تجعل من عقول أبنائها طريقاً للإبداع وصناعة الحياة وبناء النهوض. فالعقل المفكر هو أداة التمييز الإنساني، فالإنسان عقل قبل أن يكون جسداً. أعطى الله سبحانه وتعالى معنى العقل للعقل حينما قال في كتابه العزيز: ما خلقت خلقاً أعز علي منك. صدق الله العلي العظيم. يقودنا هذا السؤال حول ما هو دور العقل في النهوض الحضاري، فيجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد مسلم جمعة. لكن من هو الدكتور محمد جمعة؟ الدكتور محمد جمعة عصامي وطني بامتياز، فابن بنت جبيل هذا لن تحد طموحاته محدودية إمكانيات البيئة التي ولد ونشأ فيها، فقد نهل العلم من مؤسسات القطاع العام، المدرسة الرسمية ثم الجامعة اللبنانية، لينال بامتياز دكتوراه دولة في الفلسفة من الجامعة اللبنانية. مارس التعليم بمختلف مراحله الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، وبالتالي فهو ممارس للمهنة قبل أن يكون منظراً لها وفيها. مهنة شاءها رسالة حياة، إذ كرس حياته لعائلته ولها. التربية غدت عنده قضية محورها الإنسان وساحة نضالها الوطن الصغير لبنان ومحيطه العربي الواسع، إلى جانب توليه مناصب إدارية عديدة في مجالات التربية، وكان آخرها رئيساً لقسم الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. أمضى قسماً كبيراً من حياته المهنية في القيام بأبحاث في شؤون التربية والتعليم. راوحت مساهمته بين القيام بدراسات إفرادية
والمشاركة في أبحاث جماعية والاطلاع منها بمهمة الإشراف والتنسيق. هو كاتب غزير الإنتاج، تناولت أعماله البحثية أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي وبعض أبعادها التاريخية والسوسيولوجية والفلسفية، وبما يعانيه الشعب العربي من التقصير الفكري والتحصر الذهني، وكيفية الانتقال إلى رحاب الانفتاح والحداثة. أيها الإخوة والأخوات، ندرك أن مزية ضيفنا لا تقتصر على عطاءاته الأكاديمية والفكرية، بل تتعدى ذلك إلى مناقبيته ودماثة خلقه ورسوخ أصالته وتواضع شخصه. عزيزنا الدكتور محمد، أهلا بك والكلام لك. الحضور الكريم، صاحب الفضيلة، سيداتي سادتي، بداية لابد من شكر حضرة العريف لهذه المقدمة التي أعطاني أكثر مما أستحق. لابد بما أنه نوه بنشاط الرابطة من أن أذكر المؤسس لهذه الرابطة الحاج سعيد بزي. وقد انطلقت الرابطة في صور، وفي قدم الحاج سعيد شقة كانت انطلاقتنا من هذه الشقة في مدينة صور في وقت كانت فيه بنت جبيل تحت الاحتلال. فتحية إلى المؤسس الحاج سعيد بزي والدكتور ناصم بزي أحد المؤسسين، لابد من التنويه بهما. شكرا. يسعدني هذا الحضور الكريم الذي يجعلني سعيدا بأن الثقافة بخير، وبأن بنت جبيل بخير. بنت جبيل هنا أشعر كأنني في بنت جبيل الأم، بنت جبيل ميشيغان. في السؤال المهم الذي يراود كل من يحاول أن يفكر بأن لماذا تخلفنا بعد أن كنا في قمة الحضارة وكنا نشكل المركز الحضاري في العالم، أصبحنا لا نشكل شيئا في زمن التوحش الهاجم من قبل سلفيات استلهمت نصوص موجودة وفسرت هذه النصوص وفق ما ترتئي مشاريعها السياسية. في زمن التوحش الذي يسود عالمنا العربي والمتمثل بسلفيات تمارس أبشع أنواع القتل وتخوض حربها لتحقيق حلمها باستعادة خلافة سادت ثم بادت، وما كانت لتختفي من الوجود أولاً لما تحمله في مكوناتها من بذور العصبية القبلية والعشائرية والمذهبية، وثانياً كونها تجاوزها الزمن وباتت خارج العصر. يعني
هناك من يطرح عودة الخلافة في زمن تجاوزه الزمن اقتصاديا واجتماعيا، حتى المناخ تغير. فالسلفيات ليست وليدة اليوم، إنما هي ترجمة لأفكار وتفاسير لنصوص اشتغل عليها فلاسفة وفقهاء. فالحقيقة أن كل ما هو ديني لا يخرج عن كونه صياغات للطقوس والشعائر تعجلت صهر الحقائق ودمجها في أجساد محاسبيها. يعني الذي يقتل نفسه وتحت عنوان العمليات الاستشهادية، هذا ينفذ ما البنية الذهنية التي آمن بها من خلال ممارسة طقس، وأكثر ما يكون أقرب إلى الشعوذة منه إلى العقل، حتى إلى الدين. يعني مثل هذه الحقائق هي التي تتحكم بوجداننا، وباتت تشكل مقدسات وحركات لا إرادية، يعني طقسية، لعدد متنوع من الأجناس البشرية. وعلى هذا الأساس ارتفعت الأبنية المتنوعة وفقا لمتطلبات كل طقس ومؤسسات كل شعب، وبالتالي تشكلت الأنظمة المثالية الثيولوجية واللاهوتية، والتي لم يعد لها أي وظيفة سوى تفسير تلك الأنماط الشعائرية وتوضيحها وحمايتها والدفاع عنها، والموت طبعا بالجنة، وطبعا وما في الجنة من لبن وعسل وحور عين، والاستشهاد طبعا لنيل الجنة الحواري. من هنا تبدأ المواجهة بين الساحة الدينية والساحة الفكرية والعقلية، وهذه الأخيرة تتخذ أشكالا وتشكيلات متنوعة بحسب تنوع الثقافات البشرية والتاريخية المختلفة. من هنا تبقى معركة العقل مفتوحة في وجه ثقافة الأسطرة والشعوذة، معركة الانفتاح في وجه الانغلاق، معركة الحرية في وجه الظلامية، معركة العلم والمعرفة في وجه العقل الخرافي، معركة الفلسفة والتي أخذت على عاتقها طرح الأسئلة والإجابة عليها، معركة الإنسان التي جعلت منه الفلسفة القيمة المطلقة، يعني الإنسان هو أعلى قيمة وهو المقدس. فالدين وجد من أجل الإنسان، ولم يوجد الإنسان من أجل الدين. إنها معركة الحاضر في مواجهة الماضي، فالمطلوب حل طلاسم الماضي ووضع حد لأسرار الموروث الغامضة. ومن مهمات الفلسفة والفكر القضاء على معوقات التحرر واستئصالها من جذورها، لأن ما لم تتغير جذور التخلف النفسية كالخرافة والأسطورة والانفعال والتأليه وعبادة الأشخاص والسلبية والخنوع، فإن الواقع لن نتغير. نحن أمة نعبد الأشخاص. لابد من التحرر من السلطة بكل أنواعها، سلطة الماضي وسلطة الموروث، فلا سلطان إلا للعقل، ولا سلطان إلا لضرورة الواقع الذي نعيش فيه.
إن الفكر العربي الحديث والمعاصر يفتقد إلى الحد الأدنى من الموضوعية. لذلك يمكنني القول إن القراءات للفكر محكومة من قبل قراءة لتراث محكومة بالسلفية التي تنزه الماضي وتقدسه وتستمد منه الحلول الجاهزة لمشاكل الحاضر والمستقبل. فهذه حالة التيارات الدينية، يعني كل ما يقوم عليه قياس الشاهد على الغائب، ويعني نعيش في الماضي. أساساً بعد أن كتبت أو نظمت أو تم قراءة الدين على ضوء المذاهب الحنبلي الشافعي المالكي الحنفي وجعفر الصادق، من بعدها لا يستطيع أي رجل دين أو أي مفكر أن يضيف فاصلة على ما كتب، ومن بعدها بدأت قراءة ميت عن ميت. إذن لكل منها سلف يستند إليه ويلوذ به ويفتش عن الحلول المتكاملة لجميع المشاكل المستمدة من أصل لتحقيق التغيير والتحول. إذن يفكر في الماضي لخلق الجديد. كيف للماضي أن يفهم الجديد؟ لست أدري. أي التغلب على الانحطاط ومحاكاة الإبداعات الحديثة، ومثل هذا التغيير يتطلب الثورة على الوعي القائم وعلى البنى التقليدية المسيطرة، وسواء تعلق الأمر بالمصلحين الإسلاميين من أمثال محمد عبده أو رشيد رضا. يعني محمد عبده وجمال الدين الأفغاني لأن من أعلام عصر النهضة كانوا يقومون بمصالحة ما بين الدين والحداثة الغربية. فمثلا يتساءل أنه نحن تكلمنا في الديمقراطية، فيستندون يلجؤون إلى التراث، أين هي الديمقراطية؟ فيستندون إلى الخليفة عمر بن الخطاب أنه كان يخطب فالتفت إلى الجمهور وقال: من وجد فيه عيبا فليذكره. فنهض أحد المصلين من البدوي يعني فقال: والله لو وجدنا فيك عيبا لقومناه بحد السيف. طيب هذه الحادثة أين منها من الديمقراطيات الموجودة حاليا؟ هناك فرق شاسع. الديمقراطية الحديثة تعني مؤسسات وغيرها لا علم لها ولا زمانها وغيرها. المسألة أوسع وأكبر من هيك بكتير. أو بالمحدثين، فإن تغيير هذا الوعي من وعي تقليدي وهو دليل العمل الإيجابي لكل تغيير منشود. إن بطء التغيير العقلي المنهجي هو المسؤول عن بطء التقدم في العالم الفقهي، وعالمنا المتفق على تسميته ولا أدري ما هي درجته الآن، يعني عالم ثالث رابع خامس بات إذا العالم 20 صرنا. فالشرط الأساسي للتقدم هو عقل الإنسان الواعي لتخلفه. بده يوعي أنه متخلف. إيش بقى؟ احنا ما بقروا أنه هن متخلفين، بقروا أنه هن أفضل أمة موجودة بالتاريخ، ويتناسون تقدم غيري. يعني بقول لك يا عمي في عالم غربي تقدم، عم بيوصل على القمر، على النجوم، عم بيفتشوا على كوكب قد يكون مأهول بمخلوقات أذكى من البشر. بيقول لك استغفر الله أعوذ بالله، هذا كفر. أما من أخذ بالعصرنة من المفكرين، ومنهم من تساءل عن ماهية الإنسان العصري وما الذي يجعله كذلك، واقع الأمر لا يوجد تعريف جامع مانع كما يقول المناطق للإنسان العصري أو الحديث. يعني فإن هناك بعض الخصائص التي يتصف بها هذا الإنسان، وهي حصيلة التطور الإنساني منذ بداية مسيرة الإنسان الحضارية. هذه الخصائص تتراوح بين التاريخ
والمشتغلين بموضوع التحديث والمفكرين والدارسين بشكل عام. إنها خصائص مشتركة بين أفراد قد ينتمون إلى مجتمعات مختلفة، بعضها صناعية وفوق صناعية وبعضها نامية، إلا أنهم يتصفون بالحداثة والعصرنة. وتهيمن على هذه الخصائص النزعة العقلانية ويسودها التفكير العلمي الذي لا يعني الابتعاد عن الإيمان الديني بل بالابتعاد عن الخرافة. أن المشكلة مش مع الدين، المشكلة مع العقل الخرافي. يعني اليابان دولة متطورة جدا، ما زال الياباني يؤمن بأن الإمبراطور هو من أسرة الشمس، وأن عند وفاته تنتقل روحه إلى أعالي الجبال، ولكن لم يحل الدين دون الثورة العلمية التي قام بها اليابانيون. إذا نحن بحاجة إلى ثورة علمية لم يحصل لنا ثورة علمية، إنما منهمكين بتفسير والعقل الخرافي اللي تحدثت عنه. هكذا ظهرت الأفكار المتنورة والداعية للعلم والأخذ به كأصل التقدم والنهضة والمدنية، ونقد الفكر المشدود إلى عالم الخرافة والأساطير والتصور الغيبي الديني، والتوجه إلى التراث بالنقد والتوقف عند الخصوصية والتغني بالآلة والتقنية والإنتاج والدعوة إلى عالم الصناعة. يعني هون نجد من يتغنون بالآلة، ولكن عندما تسألهم الآلة لا ينتجون شيئا. أنه نحن ما بالقرآن مثلا بقول أنه تحدث عن أي ظاهرة، طيب ما زال القرآن متحدث عن هذه الظواهر، طب وأنتم مسمارة بتصنعوش، شو ما معناته؟ إذن هنا لابد من مواجهة التسلط الديني بعلمانية بديلة وهو الحل. لكن هل باستطاعتنا دراسة التراث بمعزل عن مشاكل المجتمع والتاريخ وقراءة العقل والعقلانية بعيدا عن سياقها الثقافي ودراسة الدين بعيدا عن الصراع الاجتماعي؟ ما بنقدر نفهم الموضوع إلا له خلفياته الاجتماعية. في مؤسسات لها مصالحها ولها امتيازاتها فهي تدافع عنها، ولكن في الوقت ذاته تستند إلى الدين وإلى القداسة. يعني عندما تمس مصالحهم كأنك أنت يوجهون تهمة الكفر لك. إن الإصلاحية الإسلامية في لعبة الأصل والمقدس، مثلا الدعوة إلى اعتبار التجديد الفقهي مجرد إثبات النص عند تغيير الواقع، إلى عدم التسليم بجوهرية التحول، وذلك من خلال التمسك بالأصل حكما مثبتا يتمتع بالاستمرارية، وما الوقائع والأحداث سوى شؤون زائلة متحولة تاريخية محض، ولا توازي شيئا أمام ثبات الأصل. إننا أمام مسألة إلغاء للتاريخ أمام واقع اليوم، أو الجزء من التاريخ من واقع اليوم، وذلك ليصب في صالح ذاتية ثقافية تنبع من الأصل. واقع الأمر أن هناك إشكالية العقل والهوى والعلاقة الناشئة بين المثقف وبين السلطة السياسية القائمة. هذه العلاقة تتجلى يوميا بصعوبة المصالحة ما بين الإرادة المجردة في الفعل وبين الفاعل الحقيقي الذي بيده قرار الحل والربط. عنيت بذلك السلطة والسلطات تتعدد، منها السياسية والدينية، وبنظرة نقدية إلى من بيدهم سلطة النقد نجد أن هؤلاء مصابين بمرض التوفيقية، وهذا ما فعله أعلام عصر النهضة
الأفغاني محمد عبده، ومعظمهم كانوا عم يوفقوا بين الدين وما يجري. حتى خير الدين التونسي، حتى شبل الشميل، معظمهم كانوا عم يوفقوا ما بين ما يحدث، لأنه معظمهم ذهبوا ببعثات علمية إلى الغرب، فشاهدوا ما جرى من تطور في الغرب، فانبهروا بذلك، فعادوا إلى بلادهم. ففي قول مشهور لمحمد عبده يعني بيقول: زرت الغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، عدت إلى مصر فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. يعني هذا القول يعبر عن الحالة الموجودة من 100 سنة هذا الحكي، فكيف الأمر الآن؟ إذن وبات الخطاب يعاني بدوره من التوفيقية، وقد أعمته الذاتية الثقافية التي يعتمدها، وخطاب الأصالة في هذا المجال شأن مستمر، فلا داع لنظرة اجتماعية أو حتى تاريخية بالمعنى العقلي والجدي، بل كل ما في الأمر يمكن الاكتفاء بما هو ضروري من الإصلاح الاجتماعي القائم على المصالحة بين التشريعات وبين الأوضاع المختلفة، مع متطلبات انخراط الدولة العربية في دورة الاقتصاد العالمي، أي إقامة التحديث بمعناه المتبدل. على ذلك يتراجع العقل في خطاب الأصالة والخطاب التوفيقي أمام الفعل الوحشي المباشر، إن هذه العلاقة ما بين الدولة وبين المجتمع قائمة وتتصم بالهيمنة، تفتقر إلى العقلية بعيدة عن النظر، وبذلك منفتحة للعمل الوحشي. وهذا ما يجري في حروب السلفيات المستشرية الآن وفي عالمنا العربي. يعني أردوغان يحلم بإعادة استنهاض الخلافة العثمانية، فيتذكر أننا نحن جزء من هذه الخلافة وأنه هو أمير المؤمنين، فيستغل هذه المسألة ليعتدي على سوريا أو ليحقق حلمه في كل من سوريا والعراق. نحن بعيدين كل البعد ومستغرقين في صراعات مذهبية وعشائرية يعمل على تنميتها من طبقات لها مصالح، وغالبا ما تكون مرتبطة بقوى أجنبية، فتشكل أرضنا، فهي الأرض الخصبة لكل التدخلات. والمشكلة في أرضنا، هي خصبة لأي تدخل خارجي. لو أرضنا الصراعات العشائرية والمذهبية والطائفية وما يجري حاليا لها أساس ولها أصل كما تقدمت. الحقيقة أن كل ما هو ديني لا يخرج عن كونه صياغات للطقوس والشعائر تعجل صهر الحقائق ودمجها في أجساد محاسبيها. مثل هذه الحقائق سوف تتحكم بوجداننا، وباتت تشكل مقدسات وحركات لا إرادية طقسية لعدد متنوع من الأجناس البشرية. وعلى هذه الأساس ارتفعت الأبنية المتنوعة وفقا لمتطلبات كل طقس ومقدسات كل شعب، وبالتالي تشكلت الأنظمة الثيولوجية واللاهوتية، والتي لم يعد لها أي وظيفة سوى تفسير تلك الأنماط الشعائرية وتوضيحها وحمايتها والدفاع عنها، والساحة الدينية والساحة الفكرية العقلية. وهذه الأخيرة تتخذ أشكال وتشكيلات متنوعة بحسب تنوع الثقافات البشرية والتاريخية المختلفة التي نشأت فيها أبنيتها الفكرية. فساحة العقل بدورها شهدت من الناحية المفهومية تطوراً بارز لم يعد مفهوماً كلاسيكياً. إن حصول التغيير مشروط بتبديل الذهنية التي أرساها الفقهاء والفلاسفة، بخلق ذهنية جديدة
تتفق وروح العصر ومتطلباته. من أجل ذلك أضع كتابي بين أيديكم، وإني على كامل الاستعداد للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. ولا بد من شكر هذا الحضور الكريم والمميز، وأعرب عن سعادتي في هذا الحضور. شكرا لكم على استماعكم واهتمامكم.